صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون من ضمن سلسلة تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، دايما متجمعين في الخير. ربنا يا رب يتقبل منكم الصيام والقيام. النهاردة جبت لكم فيديو للسيدة التركية الجميلة دي. لما شفت قناتها وفيديوهاتها لقيتها ما شاء الله كلها فن وكلها إبداع. تميزت جدا قناتها وفيديوهاتها بالإبداع، وإن هي كل أكتر فيديوهاتها يعتبر هي اللي بتعملها بإيديها، كلها DIY. فقلت لازم أجيب لكم كده تشكيلة من فيديوهاتها ونشاركها في القناة عندنا، لأن النوع ده من فيديوهاتها بحبه جدا ولازم إن احنا نخصص له جزء في القناة. فمش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. بدأت أول حاجة تجهيزاتها وتحضيراتها لتجهيزات رمضان أو لاستقبال رمضان بروتينها في الصالة. بدأت أول حاجة تكنس الصالة بتاعتها، وبعد كده تلمع الإزاز بتاع الترابيزات بتاعتها، والترابيزات بتاعتها كانت لسه جايباها جديدة لاستقبال رمضان. بدأت تلمعها وتنظفها كويس، وبعد كده دخلت على أوضة الأطفال. بدأت إن هي أول حاجة تشيل الأتربة بواسطة الآلة دي من الزوايا أو من الأماكن الضيقة اللي انتوا شفتوها. بعد كده بدأت تنظف المرايا أو تلمع الإزاز، وبعد كده ترجع كل حاجة مكانها، تشغل الأنوار، ترتب الأماكن، تشيل الأتربة من على الموبيليا، ترتب كل حاجة مكانها، تشيل الأتربة، تلمع كل حاجة، ترصص كل حاجة، تحط الديكور بحيث ان كل حاجة تكون نظيفة والمكان يبقى مرتب وأنيق، وتحط الديكورات بتاعته وتضيف له اللمسة الجمالية الرائعة بتاعتها. المكان زي ما انتوا شايفين وهتلاقوه بسيط وهادي وجميل جدا. بعد كده هتنتقل لأوضتها عشان تشيل حبة حاجات مش محتاجاها، هتشيلها وتخزنها تحت السرير. مش هتتخيلوا يا جماعة الحاجات اللي هتشيلها. هتلاقي الحاف، مخدات، الحاجات دي احنا ممكن نحتار ازاي نشيلها وايه الاماكن اللي هنشيلها فيها، حجمها كبير، ولكن تخيلوا هتشيلها فين. بتشيلها تحت السرير، المكان اللي ممكن انت يكون غافلة عنه او ممكن تشيليه، او المساحة تكون مهدرة. هي بتستغل كل مكان وكل ركن في بيتها بتستغله صح، واللي بيساعدها على ده تقسيمة السرير والشنط اللي بتستخدمها في التخزين. فانت لو عروسة جديدة حاولي تجيبي من الشنط دي في حاجتك، لانها فعلا مفيدة جدا وهتفيدك في حاجتك. وبعد كده انتقلت على المطبخ. بدأت روتين بسيط جدا في المطبخ، بدأت تنظف وتمسح الأرضية، وهي حاطة ترابيزة بسيطة بتقدم عليها الأكل لأولادها. هي اللهم بارك عندها أولاد، بتقدم لهم الأكل سواء فطار أو غدا بياكلوا في المطبخ. فبدأت تمسح تحت الترابيزة، وبعد كده بدأت تظبط الفرش بتاعها ورجعتها مكانها تاني. وبعد كده جابت السجادة بتاعت المطبخ بدأت تفرشها كويس. وبعد كده هتجيب بقى المكنسة وتبدأ تكنس السجادة نفسها وتنظفها كويس. بعد كده هتدينا جولة سريعة في المطبخ بتاعها بعد ما تفرش. هنشوف اللهم بارك بالجمال ده، قولوا ما شاء الله يا جماعة، اللهم بارك. هيكون بالشياكة والجمال ده، ما شاء الله ما شاء الله عليه. بعد كده بقى هتشوف الخطوة الجميلة دي. هي جايبة المفاجأة بتاعت الفيديو النهاردة ان هي مستلمة اوردر جايباه مخصوص مشتريات لرمضان السنة دي. الاوردر ده جايباه من موقع على النت، انا مش عارفاه بصراحة، ولكن هو طقم تقديم لرمضان جايباه لضيوفها يعني. اللهم بارك اللهم بارك، قمة في الشياكة والجمال. زي ما انتوا شايفين كده هم بيتميزوا بتقديم الورود والالوان زي ما احنا شايفين. بصراحة انا معجبة بيه جدا. الالوان زي ما انتوا شايفين ديكوراتها الوان هادية ورقيقة وجذابة، ما شاء الله عليه. اللهم بارك اللهم بارك. انا مش عارفة فعلا بيتباع فين، بس فعلا قمة في الفخامة. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان زي ما قلت لكم انا معجبة فعلا بقمة تفاصيلها وجمالها واناقتها، فعلا فيها قمة في الابداع. بعد كده بقى هننتقل للخطوة اللي وراها، الخطوة اللي بتدي روح للمكان، ودي الخطوة اللي بتميز كل ست عن التانية. ونصيحتي ليكم عامة، كل ست بيت بتختلف عن التانية، وكل ست بيت ليها لمسة عن التانية. ايا كان كل واحدة تتعامل على حسب إمكانياتها وعلى حسب قدراتها. أيا كان قدراتك اتعاملي بيها. لو ما عندكيش خالص ممكن تكفي وردة. أيا كان الإمكانيات حاولي تتعايشي بيها. مهما كان الإمكانيات
ولو بسيطة هيكون ليها لمسة إبداعية خاصة بيكي انتي، وهتقدري تزيني بيتك بيها، ولكن هتفرق جدا في شكل البيت، وكفاية روحك انتي هتضيف للمكان لمسة إبداعية خاصة بيكي انتي. وطبعا طالما الفيديو عن تجهيزات رمضان فأكيد مش هيخلى من زينة رمضان اللي بتضيف للبيت بهجة ومتعة غير عادية، خاصة لو البيت ده فيه أطفال. فحاولوا تشاركوا أطفالكم فرحتهم، مش لازم بتكاليف عالية، ولكن حتى لو بأقل الإمكانيات أو بحاجات من البيت ممكن تعملوها مع بعض في البيت وتحطوها وتعلقوها في البيت. وانا هنزل لكم فيديوهات ان شاء الله، الفيديوهين الجايين هيكون عن حاجات بسيطة ممكن ان احنا نعملها في البيت وهتفرح اطفالكم جدا. بعد كده انتقلت للبلكونة وهتعمل ديكور بسيط من البراويز الخشب بخلفية الأشجار اللي احنا شايفينها دي، خلفية او ديكور بسيط جدا ولكن هيدي شكل جمالي. وهي اذواق بصراحة، هي ما شاء الله ذوقها جميل، وهي اختارت الشكل ده. هيكون في البلكونة ديكور بسيط خالص، مش هيعمل اي حاجة مش هتعمل اي حاجة في البلكونة، ولكن هتعمل بعد كده ديكور تاني، وده هيكون مفاجأة في نهاية الفيديو، فاستنونا هيعجبكم جدا بإذن الله. المهم هي خلاص كده يعتبر خلصت ديكور البلكونة. طبعا انا كنت افضل ان يكون في انوار تانية على المرجيحة، ولكن هي اذواق، هي اختارت ان يكون في الستايل الشجري ده او النباتات، وهي هتعتمد على النباتات ان هي تبقى موجودة. لكن هتعمل ستايل تاني، ده هيكون مفاجأة في نهاية الفيديو، فاستنوا الفيديو في الاخر هيكون فيه مفاجأة جميلة جدا. لكن دلوقتي هتاخدنا كجولة سريعة جدا في شقتها من اول كضيف هيدخل الشقة في اول يوم رمضان، ايه اللي هيشوفه في الشقة، جولة سريعة قوي. بعد كده هتاخدنا اهو، اول حاجة يبدأ اللي هو الاستقبال في الانتريه، اللي هو غرفة الاستقبال. وبعد كده اهو ده اللي هيكون الفيو اللي قدامه كامل بالديكورات بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. كده بتجيبوا من كل الزوايا، وزينة رمضان بتكون برضو في الجانب الاخر، ده جانب تاني. وده السفرة، الجزء اللي بيقعد عنده لما طبعا ده وقت الاكل. وده الجزء الاخير اللي قلت لكم عليه، الخيمه الرمضانيه، قاعده عربيه هي عاملاها جزء في شقتها، ليها طابع رمضاني كده جميل، الفوانيس لونها جميل، ما شاء الله قاعده مريحه للاعصاب. بس حابه اختم معاكم بيها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت ما تزعلونيش، عايزه لايكات كتير، عايزه رايكم في التعليقات. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، مع السلامه.